ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده كنت هعمل روتين في الصاله، وكنت هنضف شويه حاجات في الليفينج، بس النور قطع. النور كان بيقطع الساعه 1 بالليل وبيجي الساعه 3، يعني كان بيقطع بعد 12 بالليل الساعه 1 ويجي 3. النهارده قطعوه الساعه 4. انا مش قادره افهم ايه السر، يعني مش عارفه هنقضي حياتنا كلها في الضلمه ولا ايه؟ انا مش عارفه، مش عارفين نشوف اللي ورانا بجد والله. مشكلة انا عندي ميه ونور، يعني النور مرتبط بالميه، مفيش ميه مفيش نور، مفيش نور مفيش ميه، مش عارفه اعمل ايه. فقلت اخش كده البلكونه اظبطها، استغل يعني الفرصه وانضفها، فقلت اصور فيديو. قلت المشمع اللي انا كنت حاطاه على الغسيل اطبقه، انا كده كده هغسله يعني. لا هغسلهم لان كلهم تراب، بس هطبقهم عشان ما يكرفوش الحاجه. طبعا مش هعرف اكنس بالمكنسه عشان النور مقطوع، اجيب قماشه امسح السور واكنس كمان بالمقشه بقى.
خلصت البلكونه هنا. ممكن ندخل نعمل البلكونه التانيه، يا اما هستنى النور ونشوف هعمل ايه في المطبخ. بصوا انا بين حين وحين كده لاني هنشر، همسح الحبال كمان. عايزه اقول لكم ان المغرب خلاص هيأذن والنور لسه ما جاش. انتوا متخيلين؟ والله انا لسه ما طبخت ولا عارفه لسه هطبخ ايه. المغرب هيأذن، الدنيا هتظلم وانا لسه ما عملتش حاجه. هو النور جه بس انا لسه ما خلصتش حاجه في المطبخ، مانيش عارفه لسه. ممكن بقى اعمل بيض مقلي. اهم حاجه انضف المكان بس عشان لو حد جنبي. وبعد كده هخش في المطبخ اشوف بقى في ايه اللي هعمل فيه ايه. هوريهولكوا والله، هوريكم منظر المطبخ عامل ازاي. قطع نور بالليل وبالنهار، مفيش فواصل. الطرحه دي نعمه صاحبتي مدياها، قصدي نعمه اختي مدياها. بصوا انا هشغل المكنسه بس عشان ما اعملكوش ازعاج. هخلص وارجع لكم تاني. انا كده وريت لكم المطبخ عامل ازاي، لسه بقى هدخل اعمله وبعدين اشوف ورايا ايه تاني. وبكده انا خلصت هنا وكده خلصت الروتين بتاعي النهارده، واشوفكم بكره في فيديو جاي على خير. مع السلامه.